السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض سؤال على ال Consolidated Statement of Financial Position من امتحان ديسمبر 2016، وبنكمل اللي بدأناه من الامتحانات. تمام. فاحنا فاتحين دلوقتي البي دي اف، مش عارفين نحلها مع موقع لأن السي بي اكزام اتطبق من 2020، فمش عارفين نحلها من على الموقع، بس هنعمل سيميوليشن مبسط شوية، إن احنا نفتح شيت اكسل زي السبريد شيت، طبعا مع اختلاف الخواص ما بين الاكسل العادي اللي بنستخدمه في شغلنا وما بين السبريد شيت، لان ما فيش هناك يعني ما فيش ادفانسد معادلات ادفانسد يعني. تمام. هنا الاكسل انت عندك كل المعادلات، هناك انت عندك المعادلات البدائيه اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمه. ما فيش انك تعمل قط من مكان لمكان، ما فيش كوبي، ما فيش الحاجات دي. هناك الموضوع شويه رخم، فيعني بنعمل سيميوليشن بشكل مبسط الى حد ما. تمام. هنحل مع بعض على الاكسل وهنعمل الوركينجز المطلوبه لعمل الكونسوليديشن. تمام. فنقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحل الكونسوليديشن من امتحان ديسمبر 2016. تمام. طبعا احنا في الامتحان اول حاجه بنروح لها هي الريكويرمنتس، علشان خاطر نعرف احنا حدود السؤال بتاعنا فين، عشان لا نحل ازيد ولا اقل ونضيع وقت في حاجات مش مطلوبه. فالريكورد بيقول لك ايه؟ بيقول لك prepare the consolidated statement of financial position of Alpha at 30 سبتمبر 2016. You need only consider the deferred tax implications of any adjustments you make where the question specifically refers to deferred tax. يعني ايه؟ انت مطلوب منك تعمل consolidation statement of financial position عند السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016. بالنسبة للديفير تاكس ما تاخدوش في اعتبارك إلا لو قال لك في السؤال. تمام. يعني ما ترجع ما تروحش تحل فيه الا لو قال لك في النوتس نفسها او في النوت معينه. هنا هنطبق الديفير تاكس. تمام. وهيدي لك كل حاجه عن الديفير تاكس اللي هي الريت بتاعها وكده. تمام. فكده احنا عرفنا المطلوب بتاعنا ايه. طيب اول حاجه محتاجين نكتبها هنا، نحدد ال الاطار الزمني بتاعي. ريبورتنج ديت 30 سبتمبر 2016. دي السنه الماليه المنتهيه في 2016. خلينا نعدل الفورمات بتاعته. يونايتد كينجدم. تمام. 30 سبتمبر 2016. تعالى بقى نطلع ناخد السؤال من فوق، نقرا واحده واحده كده ونفلتر مع بعض ون ايه، نطلع معطياتنا اللي احنا عايزينها. بيقول لك Alpha holds investment in two entities, Beta and Gamma. The draft statements of financial position of the three entities at 30 سبتمبر 2016 were as follows. هنا بيدي لك الستاند الون financial statements لكل من البيرنت والاثنين السبسيدري اللي البيرنت مستحوذ عليه. تعال نشوف بقى قصه الاستحواذ دي. هنا بيقول لك Alpha's investment in Beta. ده استثمار ألفا في بيتا. On 1st of October 2013, Alpha acquired 80 million shares in Beta by means of share exchange of one share in Alpha for every two shares acquired in Beta. On 1st of October 2013, the market value of an Alpha were $7. تمام. طيب تعال أنا عندي هنا تفاصيل الاستثمار ده بقى. الأكوايرنج ديت، أنا استحوذت في كام؟ 1 أكتوبر 2013، يعني مستحوذ للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014 و15، ودي السنة الثالثة 16. طيب acquiring date، عندي acquiring shares، أنا استحوذت على كام؟ على قال لك 80 مليون سهم. طيب issued، لأن الكونسيدريشن بتاعي أنا عندي 4 أنواع من الكونسيدريشن. عندي في الكاش كونسيدريشن اللي أنا دفعت كاش، أو الكونتنجنت لو مشروط، أو الديفيرد لو قلت له هدفع لك كمان سنتين اللي هو مؤجل، او ايشوت شير انا هصدر لك اسهم من شركتي مقابل ان انا استحوذ اسهم في شركتك، يبقى انت تخش معايا شريك عندنا. تمام. مقابل ان ناخد حصتك. طيب ايشود شيرز، انا هصدر له كام؟ قال لك ان انا السهم في الفا ب 2 من بيتا، يعني ال 80 على 2. نعمل كده عشان نطلع الكونسيدريشن بالمره. في بضربه في الفير فاليو. الفير فاليو كانت بكام؟ كانت ب $7. معنى كده ان الكونسيدريشن عندي بقى كام؟ بقى 280 مليون. تمام. ده الكونسيدريشن. طيب عندي ايه تاني؟ عندي ندخل بقى working 1.
انا كده طلعت المعطيات اللي انا عايزها. working on هنا fair value of net assets of beta. طيب net assets of beta. طيب عندي هنا at position date وهنا at working date. working date اللي هو التاريخ ده، والposition date اللي هو التاريخ ده. ممكن نيجي نعمل HFP. انا عامل دي للتوضيح، انت مش محتاج انك تعملها، انا بس عاملها للتوضيح ليك انت. تمام. طيب نكمل نقول الفا. الفا incurred directly attributable due diligence costs of 3 مليون دولار on acquisition of beta. The directors of Alpha include these acquisition costs in the carrying amount of investment in beta in the draft statement of financial position of Alpha. There has been no change to the carrying amount of this investment in Alpha's own statement of financial position since 1st of October 2013. On the 1st of October on the 1st of October 2013, the individual financial statements of Beta show with the following balances. الريتيرن earning كانت 150 مليون والother component of equity كانت 5 مليون. طيب انا هحاول وانا ماشي في الشرح، انا مش بشرح لك بس الحل نفسه. لو عرفنا ان احنا نتطرق ان احنا نوسع دايره الشرح شويه، ناخد نوتس معانا هناخدها، بس بشكل لا يخل بالمبدا الرئيسي او بالموضوع الرئيسي ان احنا نشرح الكونسوليديشن. تمام. فعندنا هنا في النقطه بيقول لك الايه الانكير دايركتلي اتريبيوتابل كوست. انا عندي الدايركتلي اتريبيوتابل كوست وقت الاكوزيشن فيها حتتين، يا اما حته خاصه بالديو ديليجنس، او ان انت تروح تجيب مكاتب خدميه تقدم لك خدمات سواء خدمات قضائيه او ضريبيه او محاسبيه اللي هي الديو ديليجنس. فالديو ديليجنس بروسس دي بتترسمل، ما بتترسملش، انا قصدي بتتعمل لها دايركشن على البي اند ال. تمام. فهو هنا عمل غلطه ان هو رسملها على قيمه الاستثمار، وده غلط، فاحنا المفروض هنردها على البي اند ال. فبما ان مفيش بي اند ال هنا فهناخدها معانا فين؟ في الريكونسيليشن بتاعت الريتيند ايرنينج. طيب انا عندي في نوع تاني من الدايركت اتريبيوتابل كوست، عندي في نوع متعلق بالايشوينج كوست، تكاليف الاصدار نفسها. تكاليف الاصدار نفسها بتتخفض من الشير بريميوم اللي موجود فين؟ اللي موجود في الايكوتي. فانا عندي نوعين تكاليف، نوع تكاليف خاص بالايشوينج كوست، ده بيتخفض من الريتيند ايرنينج، بيتخفض عفوا من الشير بريميوم من اللي في موجود في الايكوتي. انما الديو ديليجنس كوستس دي بتتحدف على البي اند ال، وعشان ما فيش بي اند ال هنا فهنعمل لها ريكونسيليشن على ايه؟ على الريتيند ايرنينج. تمام. طيب تعالى بقى نشوف. انا عايز اجيب البوك فاليو. تمام. الاول الشير كابيتال، وعندي الريتيند ايرنينج، وعندي اذر كومبوننت اوف ايكوتي. طيب الشير كابيتال اجيبه منين؟ تطلع يا باشا تجيبه من هنا. تمام. ادي 100 مليون، وقال لك ان الريتين ايرنينج في اول الفتره وقت الاستحواذ كانت 150 مليون، وقال لك ان الاذر كومبوننت في الكوتي كان 5 مليون. تمام. طيب نيجي وقت الريبورتنج ديت. ادي الشركه كابيتال كان 100 مليون، الريتين ايرنينج كانت 210 مليون، الاذر كومبوننت في الكوتي زادت من كانت 5 مليون بقت 50 مليون. تمام. طيب هنيجي بقى نشوف اذا كان عندي فير فاليو ادجستمنت ولا لا. فير فاليو ادجستمنت. طيب بيقول لك the directors of Alpha carried out a fair value exercise to measure the identifiable asset and liabilities of Beta at 1st of October 2013. The following matters emerged. تمام. قال لك خد الفير فاليو للأصول والالتزامات. طيب ال property have a carrying amount of 160 مليون. عندي property عقارات الفير carrying amount بتاعتها 160 مليون، بتتكون من land ب 70 مليون وother component بكام؟ ب 90 مليون. had an estimated fair value of 200 مليون، الفير فاليو بتاعتها 200 مليون، يعني زادت كام؟ زادت 40 مليون. قال لك ان اللاند كومبوننت بقت 80 مليون من 70 مليون، والبيلدينجز كومبوننت بقت 120 مليون. The buildings component of the property had an estimated useful life of 30 years
at October 2013. طب ليه فصص لك الفير فاليو ال 200 مليون لحتتين؟ علشان خاطر ان احنا هنعمل الفير فاليو ادجستمنتس دي، هنعمل لها ديبريشيشن، فبنشوف ايه المكونات الديبريشيشبل القابله للاهلاك، وايه البنود الغير قابله للاهلاك، عشان نطلعها ونحطها بقيمتها زي ما هي، اول زي اخر، او اكوزيشن ديت زي ريبورتنج ديت. فهنا انا عندي فير فاليو ادجستمنت ب 10 مليون خاصين باللاند، ما لهمش اهلاك، لان الارض لا تهلك، من بنود الاصول التي لا تهلك. طيب عندي هنا ههلك البيلدنج الفير فاليو بتاعتها اللي هي 30 مليون، فير فاليو ادجستمنت 30 مليون، ههلك على 30 سنه. فنيجي هنا نقول، خلينا نفصصها اكتر، بنكتب هنا بروبرتي، خليها على بعضها، نقول بكام؟ ب 40 مليون. في اخر السنه هتبقى 40 مليون زي ما هي، بس عندي هنا ديبريشيشن، هنقول بيساوي، افتح قوس، 30 مليون في 30 مليون على 30، اقفل القوس، في 3. يبقى اهلاكها بايه؟ طبعا اهلاك بالماينس. تمام. تمام. depreciation of property. دي اول نقطه. عندي ايه تاني؟ قال لك plant and equipment having a carrying amount of 120 مليون. عندي plant and equipment الكارينج اماونت بتاعته 120 مليون، had an estimated fair value of 140 مليون. بقى 140 مليون، يعني عندي fair value adjustment بكام؟ ب 20 مليون. The estimated remaining useful life of the plant at 1st of October 2013 was 4 years. None of this plant and equipment had been disposed of between 1st of October 2013 and 30 سبتمبر 2016. بيقول لك ليه السطر ده؟ علشان خاطر ان انا دلوقتي عندي البنود اللي انا عملت لها، خدت لها فير فاليو وقت ما اشتريت، نفس البنود دي موجوده عندي، ما عملتش ديسبوزل لاي بند منهم، لان لو عملت ديسبوزل فبالتالي اخر المده هشيله، مش هيكون معايا موجود فين في الفير فاليو بتاعت الريبورتنج دي. فعندي هنا بلانت اند بكام؟ ب 20 مليون. عندي بيساوي ال 20 مليون دي على 4، خلينا نفتح ماينس، نفتح قوس، ده على 4، اقفل القوس، في 3، إهلاك 3 سنين اللي هم 15 مليون. تمام كده؟ تمام. نكتب depreciation. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ طبعا دي depreciation صفر، ودي صفر. طيب عندي ايه تاني؟ قال لك on the 1st of October 2013 the notes to the financial statements of Vida disclosed a contingent liability. On the 1st of October 2013 the fair value of this contingent was reliably measured at 6 مليون. The contingency was resolved in the year ended 30 September 2014 and no payments were required to be made by Beta in respect of this contingent liability. وانا بعمل fair value لقيت ان انا عندي في disclosure معمول على contingent liability، في التزام محتمل ممكن اقع فيه، فبالتالي انا اعمل له disclosure. تمام. disclosure لانه وصل لمرحله possibility. تمام. فالبوسيبيليتي اللي هي بتبقى من فوق ال 5% لغايه 50%، ما بسجلش بروفيجن، بس بعمل له ديسكلوجر جوه الميزانيه. تمام كده؟ طيب. انا عندي نكتب هنا contingent liability بكام؟ بمليون. طبعا هو التزام، فهحطه بالماينس. في اخر السنه كان صفر. ليه كان صفر؟ لان قال لك ان هو اتسدد خلال كام؟ خلال 2016. تمام. طيب نشوف هل في حاجه تاني كده. طيب the fair value adjustments have not been reflected in the individual financial statements of Beta and the consolidated financial statements at fair value adjustments will be regarded as a temporary difference. عندك في إيه يا باشا؟ قال لك في temporary difference، وال deferred tax rate هيبقى 20%. فنيجي هنا نقول بيساوي sum، بيساوي minus، بيساوي minus.
sum. جمع بقى دول في القوس في 0.2 أهو 20 عشان بس الناس لو تبقى عارفة ب 11800. خد نفس المعادلة دي سمعها هنا بقت 8400. تمام. طيب ودي ال deferred tax liability implications DTL deferred tax liability effect. نقول هنا بيساوي sum ونجمع 302. تمام. معلش هو هنا قال لك 6 مليون، اللايبيريتي ب 6 مليون مش مليون، معلش ناقص 6 مليون. تمام 298 و200. طيب تمام. انا عندي اللي بيأثر معايا تاني كده، انا بالنسبه للفير فاليو اوف نت اسيتس وقت الريبورت وقت الاكوزيشن ديت ما عنديش فيها بنود تانية بتأثر فيها، فهي كده وصلنا ان هي 298,200. تمام. طيب وقت الريبورتنج ريت هي كده تمام، بس ممكن يأثر معايا لو في عندي انترا جروب ترانزاكشن، علشان خاطر لو اتجاه البيع السبسيدري هو اللي بيع للبيتا، وفي مخزون لسه موجود عند، لو بيتا بايعه مخزون لالفا ولسه المخزون موجود عند البيرنت كومباني، فبالتالي في عندي unrealized profit لازم اشيله من حصه الفير فاليو ادجستمنت، الفير فاليو اوف نت اسيتس وقت الريبورتنج ديت. تمام. فنرجع كده نشوف هل في اي بند هنا خاصه بالانتر جروب ترانزاكشن. ما عنديش انتر جروب ترانزاكشن فهقفل على كده. تمام. ناخد نفس المعادلة دي طبعا هناك مفيش للأسف، بقى 353 800. تمام. ده working one. طيب في بس هنا حاجة هنستخدمها قدام، إن قال لك the directors of Alpha used the proportion of net assets method when measuring the non-controlling interest in beta in the consolidated statement. ال non-controlling interest بتتقيم بالبروبورشن بحصتهم في الفير فاليو اوف نت اسيتس. تمام. انا عندي في طريقه الفير فاليو وعندي في طريقه البروبورشن، فدي طريقه البروبورشن. طيب نيجي قال لك بعد كده دخل على الامبيرمنت وهنحسب الجود ويل، فخلينا نشوف ناخد في اعتبارنا الاستثمار بتاع جاما والجود ويل والامبيرمنت نحسبه على الاستثمارين مع بعض. فهنا يبقى ده working 2 وهنا تبقى جاما، نفس اللي عملناه فوق هو اللي هنعمله تحت. تمام. تعالى ناخد المعادلات دي. طيب طيب الريبورتنج جديد واحد، تعالى نشوف بقى ايه اللي مطلوب منا في ده. بس معلش احنا بنظبط بس القصة دي عشان ايه. طبعا انا عندي هنا الحصة تساوي 80 مليون على ال 100 مليون سهم. 100 مليون وهنا قايل لك السهم دولار، خد بالك عشان ساعات بيقول لك نص، لما يكون نص تضرب الشركة كابيتال قيمته في 2. تمام. اقسم دي ونعمل لها نسبة، انت استحوذت على 80%. طيب تعالى نبدأ الاكوارينج جديد هنا كان كام في جاما. في جاما قال لك on 1st of October 2015. طيب تعالى طب على طول ناخد 15. الاكوايرنج شيرز انا استحوذت على ايه on 1st of October 2015. الفا اكوارد 60 مليون شير ان جاما by means of cash payment بكام 140 مليون. The purchase agreement provided of an additional payment on 31 اكتوبر 2017. هو دفع 140 مليون دلوقتي وقال لك the purchase agreement provided additional payment في مبلغ هدفعه لك تاني في 31 اكتوبر 2017 to the former shareholder to the former holders of كام to the former holders of 60 مليون. في deferred payment هيبقى بكام 60 مليون acquired shares. The amount of this additional payment is dependent on، لا هو هنا contingent مش deferred. ليه؟ لأنك قال لك ال 60 مليون دول is dependent on the financial performance of Gamma in the 2 years period from 1st October 2015 لغاية 30 سبتمبر 2017. ماشي. فهنا لو البرفورمانس بتاع الشركة كان مظبوط لغاية 30 سبتمبر 2017 أو
الامور ظبطت هندفع الباقي ونشتري. On the 1st of October 2015 the fair value of the additional payment was estimated to be كام 20 مليون. This estimate was revised ل 24 مليون to 30 سبتمبر 2016. Alpha has not made any entries in its draft financial statements to record this potential additional payment. تمام. انا هدفع النهارده 140 مليون وهدفع قدام هدفع لهم 24 مليون بعد المراجعه، يعني كنت عامل له استيميشن ب 60. تمام. طيب نيجي نشوف الاكوايرنج شير. انا هستحوذ على 60 مليون، نسبه استحواذي بتساوي 60 مليون على ادي جاما كان عندها 80 مليون، انا مستحوذ على 75%. طيب هنا مش هنا كاش consideration بكام؟ هديهم. هو قال لي ان هو 140 مليون. تمام. وقال لي ان هو هيديهم ايه تاني؟ قال لي ان هو قال لي ان هو هيديهم في deferred payment بكام؟ كان ب 20 بقى ب 24 مليون. خلينا نقول هنا 20 مليون وناخد في اعتبارنا الباقي. ماشي ثانية واحدة بس. طيب قال لك ان هو 20 مليون. حلو كده. طيب تعالى نبدأ الفير فاليو. الشير كابيتال كان كام؟ برضو ناخد دول. نجيب الفير فاليو للاثنين زي ما انا. طيب الشير كابيتال كانت 80 مليون. وقت الريبورتنج ديت انا كده كده هسمع المعادله من فوق فهتسمع. مفيش other component في equity. ما عنديش other component في equity اصلا. تمام. طيب قال لك هنا ريتين ايرنينج هنا كام؟ قال لك ان هي ب 75 مليون. لسه هنشوف الفير فاليو ادجستمنت. خلينا بس نكمل. هنا بقول لك this amount كانت كام؟ وصلت ل 24 مليون 30 سبتمبر 2016. Alpha has not made any entries in its draft financial statements to record this potential additional payment. في 1 أكتوبر 2015 the individual financial statements of Gamma showed a balance on retained earning ب 75 مليون وقت الاكوزيشن ديت. On 1st of October 2015 the fair values of the net assets of Gamma were the same as their carrying amounts with the exception of some land which had a carrying amount of 50 مليون بقى ب 70 مليون. This land continued to be an asset of Gamma at 30 سبتمبر 2016. The fair value adjustments had not been reflected in the individual financial statements of Gamma and the consolidated financial statements. The fair value adjustments will be regarded as a temporary difference for the purposes of computing deferred tax. The rate of deferred tax كان 20%. No impairment issues arose concerning the measurement of gamma and the consolidated statement of financial position at alpha. مفيش عندي مشاكل للانخفاض في كام ظهرت في 30 سبتمبر 2016. The directors of alpha used the full goodwill fair value method when measuring the non-controlling interest in gamma in the consolidated statement of financial position on 1st of October 2015. The fair value of the share in gamma كانت 2.3. تمام. تمام. نيجي على النت اسيتس بتاع الجامعة. هنا الفير فاليو. خلينا ناخد بقى على طول. مش لازم نقعد نكتب هنا لاند. اللاند دي كانت ب 70 مليون الفير فاليو بتاعتها ناقص 50 مليون. طبعا الارض لا تهلك. تمام. بس انا هاخد الرقم ده في 0.2.
deferred tax liability effect. يبقى أنا عندي بيساوي صم بقى كام؟ 171 مليون، وبرضه ما عنديش انتربروت ترانزاكشن، فبالتالي دي بقت 186 مليون. طيب في نقطة هنا، بس أنا عندي ال NCI أو هنا post acquisition increase of net assets. تمام. ناخدها فين في الاتنين؟ بتساوي الفير فاليو اوف نت اسيتس ات ريبورتنج ديت ناقص الفير فاليو اوف نت اسيتس ات اكوزيشن ديت، طلعت 45. نوسع دي ندخلها في اعتبارك هنا بيرنت ونون كنترولد انترست بيساوي 55 مليون في حصتي اللي هي 0.8، والنون كنترولد انترست بتساوي البوست اكوزيشن في 0.2. تمام. دول كده سماهم تحت. طبعا مع اختلاف النسب، دي 75 ودي 25. يعني ايه الحركه دي؟ البوست اكوزيشن انكريز ان ذا نت اسيتس اوف فير فاليو. طيب معناها ان انا وقت ما استحوذت كان النت اسيتس بقيمه، ووقت الريبورتنج جديد كانت النت اسيتس بقيمه تانية. القيمه دي اللي هي الزياده في صافي الاصول. القيمه دي بتتوزع ما بيني وما بين النون كنترول انترست، كل واحد بحصته. يعتبر ده في شكل ارباح. تمام. لما نيجي نعمل ان شاء الله كمان شويه الريتيند ايرنينج ريكونسيليشن هناخد في اعتبارنا الرقمين دول. تمام كده. الفكره هنا ان انا اعتبر مستحوذ على التو سبسيدريز خلال 2009، خلال 30 السنه المنتهيه في 30 سبتمبر 2016 بشكل كامل. يعني السنه كلها كانت التو سبسيدريز كانوا معايا. تمام. تعالى نحسب الوركينج 3 في الجود وورك. تمام. طيب الجود وورك هنقول بيساوي الكونسيدريشن هنا بيتا، وهنا جاما. الكونسيدريشن كنت دافع كام؟ كنت دافع في بيتا 280 مليون قيمة أسهم. تمام. طيب وعندي النون كنترول انترست كانت كام؟ ان سي اي. خلينا بقى نوضح هنا لبيتا بورشن وجاما كانت فير فاليو وفي القوس دي للتوضيح. بروبورشن يعني كام؟ يعني بناخد الفير فاليو اوف نت اسيتس وقت الريبورتنج جديد واضربها في نسبتها، معلش وقت الاكوزيشن ديت واضربها في حصتهم كانت كام؟ كانت 20%. يبقى 59,640 ناقص الفير فاليو اوف نت اسيت وقت ات 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 ريبورتنج جديد بتساوي ال 298,000. طيب نيجي نفس الكلام هنا. في جاما انا دفعت له كام؟ انا دفعت له ال 140 كاش، وقلت له ان انت ليك عندي 20 مليون وقتها، بغض النظر عن التغير بعدها. تمام. طيب
وقايل له ان هو كان بالفير فاليو. فير فاليو يعني ايه؟ يعني الراجل ده عندي 20,000 سهم، انا استحوذت، هو عنده الايشوت شيرز الاسهم المصدره 80 مليون سهم، انا استحوذت على 60، معنى كده ان النون كنترول انترست كام؟ 20 مليون سهم. الفير فاليو بتاعت 20 مليون دول كانت كام؟ كانت 2 في 2.3. تمام كده؟ يبقى النون كنترول انترست بتاعته كانت كام؟ كانت 46 مليون. طيب نطرح منه الفير فاليو اوف نت اسيتس وقت الريبورتنج، وقت معلش عفوا، وقت الاكوزيشن دي مش ريبورتنج، دي اكوزيشن. معلش انا تركيزي دلوقتي مش عارف، مش مظبوط. تمام كده، يبقى عندي الجود ويل. الجود ويل تساوي 280 زائد 59 زائد، لان انا كنت الفير فاليو بالماينس 41 مليون 440. نفس الكلام هنا، يبقى عندي الجود ويل بكام؟ ب 35 مليون. طيب هو هنا قال لك في الامبيرمنت، لسه هنعمل وركينج بس كده كده في واحده جاهزه معانا. هو هنا قال لك ان مفيش اصلا امبيرمنت عندي، فبيساوي الرقم ده زائد الرقم ده. تمام، 35 مليون. طيب تعالى نعمل working for ونكتب عليه impairment. الامبيرمنت بيتحسب ازاي؟ بنيجي اخر السنه ونشوف النت اسيتس الفير فاليو اوف نت اسيتس بس وقت الريبورتنج دي. تمام، النت اسيتس وقت الريبورتنج ديت. طيب كانت كام؟ كانت 353. طيب وعندي اضيف عليها الجود ويل، بس هعمل لها كروسنج اب اوف جود ويل. ليه؟ لان الجود ويل كانت مسجله عندي بروبورشن، فانا بعمل لها كروسنج اب، بقول بيساوي ال 41 مليون على 0.8، يديني 51 مليون 800، بيساوي الرقم ده 53 زائد الرقم ده هنا بيتا، وفي غيرها اصلا يعني. تمام، التاني كده كده ان ما فيهاش. طيب الرقم ده عايزين نقارنه بالريكفربل اماونت. تعالى نقرا بقى الايه، نوت 2 اللي هو impairment review of goodwill on acquisition of beta. No impairment of goodwill on acquisition of beta was evidented when the reviews were carried out on 30 سبتمبر 2014 و15. في 14 و15 من السنه الماليه المتفق 14 و15 ما كانش فيه مؤشر على الانخفاض. في 30 سبتمبر 2016 the directors of Alpha carried out a further review and concluded that the recoverable amount of the net assets of beta كانت كام؟ كانت 400 مليون. عندي هنا recoverable amount بكام؟ ماينس 400 مليون. معنى كده ان انا عندي انخفاض بكام؟ عندي انخفاض 5 مليون. ده فول. طيب انا مش هسجل فول، انا هسجل بارشال جود ويل. ليه؟ لان النون كنترولنج انترست عندي كانت مسجله بالبروبورشن. بروبورشن يعني ايه؟ يعني النون كنترولنج انترست مش هيشيلوا معايا في الامبيرمنت، لانهم واخدين بايه؟ بصافي حصتهم بس من الفير فاليو اوف نت اسيتس، انما انا دافع واخد كل حاجه. فهنا يبقى بارشال يساوي 5400 في 0.8، يبقى 4320. ده هيخفض معايا مين؟ هيخفض معايا الرقم ده، رقم الجدول. معنى كان ده يعتبر الكارينج اماونت اوف carrying amount of goodwill at reporting date. تمام كده؟ تمام، تعال نكمل. يبقى كده النون كنترول. تعالى بقى ناخد ايه working 5. working 5 النون كنترولينج انترست لبيتا والجام.
النون كنترول انترست كانت كام يا باشا؟ انت عندك هنجيب الفير فاليو اوف نت اسس وقت الريبورتنج ديت كانت بكام؟ تعال نشوف هنجيب وقت ما سيطرنا عليهم. يعني انت ممكن نجيبها كده 353، او هناخدها مختلفة. هنحسبها نقول الفير فاليو at the date acquisition at the date of acquisition كانت بكام؟ انا كده كده كنت حاسبها في الاول، فبيتا تعال نشوف استثمار بيتا كان النون كنترول انترست كانت بكام؟ كنا حاسبينها كانت ب 59، وفي جاما كانت ب 46. تمام، نضيف عليهم اهو post acquisition increase of net assets. في بيتا كان ليهم كام؟ 11800، 11080 عفوا. وفي جاما كان ليهم كام؟ كان ليهم 3750. يبقى non controlling interest ال carrying amount of NCI كام؟ تساوي sum 70720 و 49750. تمام. طيب إجمالي الاتنين يبقى الرقم ده زائد الرقم ده. تعالى نعمل working لمين؟ working ل working 6 ل retained earning. الريتيند earning هناخد أول حاجة الرقم اللي موجود في البيرنت ونعمل عليه شوية reconciliation. قال لك كانت كام؟ قال لك الريتيند earning كانت 573000. حلو. أول حاجة هنعملها هنعمل due diligence cost اللي كانت متحملة على كام؟ لو تفتكر معايا كانت متحملة على قيمة الاستثمار، بس احنا هنعمل لها ريدايركت تاني ونوديها على البي اند ال، فمفيش بي اند ال فهنخفضها منين؟ من الريتيند ايرنينج. تمام. طيب عندي في بسم الله الرحمن الرحيم قال لك الفير فاليو بالنسبة لشركة جاما. في جاما وانا بستحوذ كان عندي فيه جزء ديفيرد. الديفيرد ده او الكونتنجنت ده كان قيمته ب 20 مليون وبقت 24 مليون. يعني الرقم ده بقى 24 مليون. فال 24 مليون دي انا هشيل الرقم ده، يعتبر التزام زاد عليا، فالتزام يعني تكاليف. الكلام ده حصل السنة دي، فهاجي هنا اقول ماينس ال 4000 دي واكتب جنبها increase in contingent liability for GAM ب 4000. تمام. نيجي بعد كده على البوست اكوزيشن للانكريز النت فير فاليو اوف اسيتس البيتا والجام. تعالى ناخد دي كده كوبي وننزلها تحت ونفسر بيتا وجام. طيب في نوت عندي هنا بس عايز اقول لك عليها ملاحظه كده بسيطه، ان انا عندي هنا التغير اللي احنا قلنا هنا اللي هو 45 او 55 مليون 400. الرقم ده في منه رقم متعلق بالاو سي اي اللي هي الاذر كومبوننت في ايكوتي، لانه كان وقت الاكوزيشن كيك كان وقت الاكوزيشن ديت كان ب 5 مليون بقى ب 10 مليون. فده هنطلعه من الحسبه دي بتاعه الريتيند ايرنينج وناخد حصتنا فيه في التغير ده فين؟ في الاذر كومبوننت اوف ايكوتي. تمام. فنقول الرقم ده نفتح قوس نقول ناقص 5000، 5 مليون اللي هي ال 10 مليون ناقص ال 5 مليون كانت الاوبننج. تمام. ونضربها في حصتنا عشان احنا بنعمل ريكونسيليشن على الريتيند ايرنينج مش الايكوتي بالكامل. فهنطلع بس حصه الايه؟
الاذر كومبوننت فيكو دي ناخدها في حصتها في 0.8 40 مليون 320. وفي جاما كانت زي ما هي. تمام. مفيش اذر كومبوننت اصلا يعني. ادي البيرنت 11250. تمام. طيب ايه تاني ناخده في اعتبارنا؟ انا عندي فيه partial impairment. هاخده معايا فين البارشال امبيرمنت اهو. تمام. طيب تعالى بقى نشوف ايه تاني متعلق بالموضوع. طيب خلينا برضو نكتب هنا working 7 عشان نعمل working لمين؟ للاذر او الاو سي اي other component في equity كان بيساوي كام؟ لبيتا كان بيساوي 250. دي البيرنت ماشي بنود الايكوتي بتحط البيرنت ولو في ادجستمنتس عليها. تمام. 250 زائد حصه حصه البيرنت من التغير في السبسيدري اللي هي كانت كام؟ ادي بيتا كانت 10 ناقص 5 في 0.8 حصة من التغير في 4000 يساوي ده زائد ده. تمام. 250 دي فيها حاجة غلط. تمام كده ظبطت كان في فاصلة بس. تمام. يبقى هنا او سي اي 4 الفا ودي هنا ال اور شير او الفا شير بلاش اور الفا شير from move of beta او سي اي. تمام كده. طيب نيجي ننزل بعد كده نشوف ايه اللي فاضل تاني. خلصنا استثمار بيتا، خلصنا البيرمنت، خلصنا استثمار جاما. في التريد ريسيفبل بيبل اند بيبل بيقول لك ايه؟ بيقول لك جروب بوليسي از تو كلير انترا جروب بالانسز اون ا جيفن ديت براير تو ايتش يير اند. في اللي هي في الارصده او في التريد ريسيفبل والبيبلز ما بين الجروب وبعضه. في بوليسي في سياسه بين الشركات ان انت باشا تيجي مثلا احنا بنقفل 30/9 في يوم 28 تكون عامل ريكونسيليشن بالكامل ومستل بحيث ان تكون الارصده مصفره او على الاقل متستله قدام بعضها. يعني يكون في ريكونسيليشن والامور تمام والدنيا فل عشان ما نجيش ايه تزهقنا وقت الكونسوليديشن. بيتا complied with this policy at 30 سبتمبر 2016. بيتا التزمت بالبوليسي دي. But Gamma was late in making the required payment of 10 مليون to ألفا. معنى كده ان الريسيفبل موجوده في ألفا والبيبل موجوده في جاما. فجاما جت تحول الفلوس اللي عليها لألفا حولتها امتى؟ يوم مثلا نقول 28. هو كاتب لك هنا ان هو عامل يوم 29 سبتمبر. في البنوك انت لو وديت المعامله او التحويل لو وديته مثلا قبل الساعه 12 ممكن يتحول لك في نفس اليوم. لو بعد الساعه 12 عشان خاطر بيخش غرفه مقاصه وكليرنج وبتاع فممكن يتاخر التحويل ليوم تاني. تمام. فللحظ هنا ان هو التحويل اتعمل من جاما يوم 29 سبتمبر بس دخل الشركه الثانيه يوم كام؟ يوم 2 اكتوبر. فبالتالي جاما هتخفضه من الريسيفر من البيبل اللي عليها هتقول ديبت البيبل كريدت البنك. طب بس الفا ما استلمتش فلوس فرساله لسه زي ما هي. ففي الحاله دي بنعمل ايه بقى؟ علشان خاطر نقفل الريسيفبل والبيبل قدام بعض ودي انا شفتها كيس في الشركه عندي. انت بتنقل الرصيد من الريسيفبل لا اما لكاش اون ترانزيت كان اديه في الطريق او تنقلها مثلا اذر ديبت بالانسز بس انت لازم تنقلها من الريسيفبل بتاعه شركه جاما او بتاعه السبسيدري علشان خاطر تقفل مع بعضها. تمام. يبقى الرقم هنا نفس الرقم هنا انما في الكيس دي الرقم في الريسيفبل في الفا غير البيبل اللي في جاما. ليه؟ لان جاما خفضت البيبل بتاعتها بالفلوس اللي خرجت من البنك بتاعها مظبوط. انما الفا ما استلمتش حاجه فالريسيفبل لسه زي ما هي. تمام.
فدي هناخدها معانا فين على وش الفاينانشال بوزيشن واحنا ماشيين، بس ملهاش ريكونسيليشن يعني. طيب نيجي نكمل البروفيجن. تعالى بقى نشوف البروفيجن وعايز فيه ايه. On 1st of October 2015، في أول سنة أكتوبر 2015، Alpha completed the construction of a non-current asset with an estimated useful life of 20 سنة. The cost of construction were recognized in property, plant and equipment and depreciated appropriately. قيمة الأصل أو قيمة الإنشاء نفسه هيتعمل له capitalization على البي بي إي، ويتعمل له depreciation على إيه؟ على اليوسفول لايف. Alpha has a legal obligation to restore the site on which the non-current asset is located. في 30 سبتمبر 2035 شركة ألفا عليها التزام قانوني إن هي تعمل إزالة للمبنى اللي بنيته ده في 30 سبتمبر 35 وهي بتسلم الإيه؟ الأرض. The estimated cost of this restoration work at 30 سبتمبر 2035 prices طبقا لأسعار 35 كانت 25 مليون. The directors of Alpha had made a provision of مليون وربع، اللي هي 1 على 20 في 25، يعني هو كده عمل 25 مليون قسمهم على إيه؟ على ال 20 سنة. عمل لهم allocation. تمام. هو وزع 25 كل سنة. In the draft statement of financial position at 30 سبتمبر 2016 an appropriate annual discount rate to use in any relevant calculations is 6%. and at this rate the present value of $1 كان كام بعد 20 سنة؟ كان 31 سنت. حلو كده؟ طيب تعال نشوف بقى الأخطاء اللي هنا. هو أول حاجة قال لك ان هو وزع تكلفه الريستوريشن كوست ال 25 مليون على ال 20 سنه، وده غلط. انت المفروض بتجيب لها بريزنت فاليو من جدول بريزنت فاليو، تشوف قيمتها قد ايه النهارده وتحمل على القيمه دي تحمل عليها فاينست كوست كل سنه علشان ترفع قيمتها انها توصل لغايه ال 35 سنه بعد 20 سنه اللي هي عند 30 سبتمبر 35 تبقى قيمتها 25 مليون. دي اول حاجه. تاني حاجة إن قيمة البريزنت فاليو اللي أنت بتجيبها النهاردة لازم يحصل القيمة دي يحصل لها كابيتاليزيشن على قيمة الأصل. يعني مثلا هنجيب البريزنت فاليو لل 25 مليون ونقول بيها ديبت الأصل كريدت البروفيجن. تمام. فتعالى نشوف احنا المفروض نسجل إيه ونشوف الاختلاف معاه إيه بالظبط. المفروض إن الكارينج أماونت، تمام، فور بروفيجن تبقى كام؟ تساوي 25 مليون. هو جايبها لك سالكة على طول في 0.312 في. المفروض دي قيمة البروفيجن. البروفيجن ده المفروض يتاخد عليه فوائد بيساوي 7800 في بوينت 06. دي فاينانس كوست. عندي ديبريشيشن على 7800 على 20 سنة، ده قيمة الديبريشيشن. فتعالى بقى كده نكتب هنا الاسيت عندي هيساوي الرقم ده 7800 ناقص الإهلاك. ده هيزيد على إيه؟ ده هيزيد على قيمة الاسيت. البروفيجن المفروض بيساوي 7800 زائد 468. يبقى ده قيمة الاسيت وده قيمة البروفيجن. ده ات بورتنج ديت. طيب المفروض يكون عندي فيه تأثير على بسم الله الرحمن الرحيم على الريتيند ايرنينج. ليه؟ لأن هو من الواضح كده هو كده كده عمل لها الوكيشن فما حملش فاينانس كوست. تمام؟ وقال لك ان الكونستراكشن اتسجلت صح في الاصول، فمعنى كان ان هو ممكن يكون سجلها ايه؟ عمل لها بروفيجن بس الفرده اتدبت فين؟ اصل ولا ولا على البان ديلي دايركت؟ ففي الحالتين تعالى بقى هنشوف. هي كده كده كانت بتعمل بروفيجن فاحنا هنردها ونسجلها على الصح. فلما نيجي نرد البروفيجن هنوديها على البي ان ديل، فالريتين ايرنينج هتتاثر بايه بقى؟ تعالى نزود نشوف التاثير الريتين ايرنينج ايه. الريتين ايرنينج هتقل بالرقم ده.
الريتيند ايرننج هتقل بالرقم ده، وبرضه هتقل بالديبريشيشن، الديبريشيشن هيترمي على البي اند ال، وهنرد عليها هنزود الريتيند ايرننج بال 1200 بالمليون 250 اللي كان سجلهم في الاول. تمام. دي ريفرسال اوف اوريجينال ايه بقى؟ البروفيجن اللي اتسجل في الاول. incorrectly recorded provision in recorded تساوي sum. تمام كده. نطلع فوق على retained earning. الريتيند earning هتزيد بكام؟ هتزيد بيساوي، نكتب هنا adjustment for adjustment الايه بقى؟ for provision، او نقول for restoration provision. تمام كده. تمام. تعال نزود هنا لاين، معلش انتوا خدوا بالكم اللاينز في الامتحان لان مفيش اد زي ما احنا بنعمل كده. صم بيساوي بقى كام؟ بقى 613,000، 613 مليون 642. ده البروفيجن. تعالى ناخد وركينج 9 بالمره عشان نخلص. وركينج 9 بتاع الديفير تاكس لايبيلتي. الديفير تاكس لايبيلتي كان كام؟ كان في الشركه البيرنت كان 45 مليون. هيزيد عليهم، خليها ماينس عشان خاطر هي فوق بالماينس. تمام. هيزيد عليهم ال 8400، وهيزيد عليهم ده defer tax liability of fair value adjustment for بيت. دي ناقص، نطلع فوق ناخد بتاعت بيساوي بتاع الجمع بيساوي صم. كده عندك هيبقى 57,400. بس احنا هنا ما ضفناش اللاينز كاملين، يبقى بيساوي صم. تمام كده. يبقى عندي 115,400. ده الكونسوليديشن. طيب كده مفيش بنود تانية. تعالى بقى نرص الميزانية. تمام. افتح يا باشا. تعالى هنا بيساوي صم. البي بي اي هناخد دول، نقفل القوس، نقول زائد. انا عندي في فير فاليو ادجستمنتس زائد صم. خد لي دول، اقفل القوس، زائد. زائد تاني. عندك هنا في الفير فاليو بتاع الجاما كان في عندي 20,000 أو 20 مليون، زائد. عندي في لما عملت البروفيجن وديت إيه؟ طلعت فصلت قيمة الأصل بقى بكام؟ 7,410. تمام كده؟ بقت عندي بكام؟ 1,125,410. طيب عندي الانفستمنت ما جابليش عنها حاجة، فبالتالي الانفستمنت بالتالي هعتبرها إن هي اتشالت قدام، لان الالفا بتسجل عندها انفستمنت لمين؟ لجاما وبيتا، وكده كده بتعملوا كونسوليديشن من الفا قدام الايكويتيز بتاعت السبسيدريز، ويتحط في الايكويتي ايه؟ نون كنترول انترست بتاعت الكونسوليديشن، ان هي احط نفس الجود ويل. انا عندي جود ويل. طيب الجود ويل قيمتها كام؟ تعال نشوف الجود ويل كان فاضل فيها كام. الجود ويل كان فاضل فيها 37 بعد الامبيرمنت اللي حصل. تمام كده. طيب ثواني. الجود ويل تساوي الفا 72 مليون. طيب
يبقى كده بيساوي sum non current assets. طيب عندي الانفنتوري ما فيهوش حاجة، بيساوي sum. عندي التريد ريسيفبل بتساوي sum ناقص ال10,000 اللي شركة جاما حولتهم لبيتا، حولتهم لألفا بس ما وصلوش، زائد. هنا معنى كده إن في حاجة هنا مش مظبوطة. تمام. أنا عشان محوله من PDF لإكسل ففي حاجات كده مسقطة معايا، معلش. 47 current asset 503. تمام، يبقى توتال تساوي 503 زائد 1,197,530، يديني، على برضه عشان تبقى ظاهرة. ننزل على الإيكوتي. الإيكوتي الشير كابيتال بناخد البيرنت دايما. الريتيند ايرنينج عاملين لها ريكونسيليشن تحت. الريتيند ايرنينج بسم الله الرحمن الرحيم. وركينج رقم كام؟ الريتيند ايرنينج قال لك 613. ماشي، تعالى نكتب هنا وركينج 6. وركينج 6 يعني كده. هنشوف دي برضو الجدول وركينج كام. وركينج 3. دي فيها كذا وركينج بنكتبهم بقى في الآخر، ده وركينج ايه وايه وايه وايه. تمام، هنا هتلاقي وركينج 1، وركينج 2، وركينج 9 تقريبا اللي هو بتاع الجدول، اللي هو بتاع البروفيجن عفوا. طيب نيجي هنا وركينج 6 هتلاقي ده وركينج 7 اللي هو بتاع الايه، بتاع ال other component of equity. وركينج 7 مظبوط. تعال نشوف بعد كده ال non controlling interest ده إجماليهم. بعد كده عندي ال non controlling interest برضه ستيل أنا عامل لها working 5 اللي هي 120,000، 120 مليون. working 5. تمام. يبقى عندي إجمالي الإيكوتي هنا، بتبقى هنا total equity and NCI اللي هي بتساوي 120 زائد 107. طيب معلش في بس حاجة هنا تعالى نظبطها بالمرة، عشان بس أبقى متوقعين مع الأرقام اللي هناك. component equity NCI working 5 تساوي. طبعا الأفضل إنك تفصلهم يعني. تمام. أنا بس رصيتها كده معلش بنفس رصة الميزانية العادية علشان خاطر إيه ما نضيعش وقت إيه نظبط الموضوع. هنا بروفيجن كان 7200 وكان محمله 1250، ودي اللي رديناها على البي اند ال وعملنا ريكونسيليشن بتاعتها. بس لما جينا عملنا ريكالكوليشن ليها وريادجستمنت ليها بقت بكام؟ بقت ب 8260. تمام. دي البروفيجن. اللونج تيرم بوروينج زي ما هي بيساوي sum دي working 9. دي زي ما هي دي working، ممكن نقول 10 ونرجع نشوف تحت الديفيرد تاكس liability أنا عملتها بكام.
دي 9 ودي 8 دي 8. طيب تجمليهم صم بقت 334. طيب خد بالك بقى من هنا، تقفلش على كده، زود لي بند اللي هو بتاع ايه، الديفيرد. ديفيرد او contingent consideration اللي هو بكام؟ ب24. تمام، بقى 368. ده بالنسبة للنون كارنت، نون كارنت liability. الكارنت liability أعتقد ما اتكلمناش فيه، لا ده اتكلمنا فيه ولا ده اتكلمنا فيه. 149 مليون. دي هنا مش مظبوط. مظبوط كده، بقت 204. تمام كده، ده current liability. total liability. total total equity and liability بتساوي الرقم ده زائد result. تمام. طيب تعال نشيك على الوركينجز تاني عشان الراجل ما يتوهش ورانا. احنا قلنا ده هيبقى وركينج 8. الاستثمار 1 و2 كوركينج، 2 3 4 امبيرمنت، 5 6 ريتين ايرنينج، 7 او سي اي، 8 بروفيجن. طيب تعالى بقى، ده وركينج 8 مش 9. كده ان شاء الله انت ممكن تاخد الدرجة ان شاء الله تبقى كاملة يعني. دول كده كده الانفنتوري مفيهوش حاجة. التريد ريسابل قلناها بالبق ان انت هتعمل كاش اون ترانزيت. ممكن تضيفها على الكاش اند كاش ايكوفالنت على 10000 دي، او تعمل لاين جديد اسمه كاش اون ترانزيت، فبراحتك يعني. 140 بتاع الكابيتال زي ما هي. ريتيرن ديرنج عاملينها وركينج 6. 7 الاو سي اي. تمام. الان سي اي وركينج نمبر 5. وركينج 8 بتاع البروفيجن، ووركينج بتاع ديفير تاكس لابيلتي وركينج 9. تمام. كده نقدر نقول ان احنا اللهم لك الحمد خلصنا الكونسوليديتد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن لامتحان ديسمبر 2016، والحمد لله الميزانيه مصفره. معلش انا اسف على اللخبطه اللي حصلت. فنتمنى لكم التوفيق وربنا ييسر لكم حالكم باذن الله.